إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. في هذه الدنيا لنا عدو إذا غفلنا عن عداوته فإنه لا يغفل عن عداوتنا. إذا نسينا في أيامنا وليالينا أنه يعادينا، فهو لا ينسى أنه معادينا، لا ينسى أنه يظل معاديا لنا ما عشنا وما حيينا. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان عدو لكل واحد منا، والشيطان غايته في كل واحد منا أن يكون من الكافرين وأن يكون في النار من المخلدين. يسعى من هذا الطريق أو من ذاك الطريق أو من الطريق الثالث أو الرابع، من خلال ما يستطيع من الشهوات، أو من خلال ما يستطيع الوصول إليك من خلاله من شبهات أو من شهوات، من طريق ما يستطيع أن يصل إليك منه من الشبهات والشهوات. يحاول أن يصل إليك الشيطان وأن يصل بك إلى أن تكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. فمراد الشيطان منك أن تموت يوم تموت وأنت كافر غير مؤمن غير مسلم، حتى تكون في النار من المخلدين. الذي ينتبه لحقيقة هذا العداء وحقيقة هذا الصراع، وينتبه إلى أن هذا العدو الذي يسعى لإيصال إلى هذه الغاية، إلى هذه النهاية السيئة، هذا العدو ما زال يسعى معي كل يوم بالطرق المتعددة وعلى المدى الطويل، وبطرق بطيئة تكون فيما يظهر لي وما يظهر لكثير من الناس أبطأ مما يتخيل كثيرون، لكنه يريد بهذا السعي البطيء على المدى الطويل أن يوصلك إلى نفس الغاية السيئة وإلى نفس النهاية الحقيرة. كمثل الذين من قبلهم قريبة ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. فالشيطان يسعى أن تكون من الكافرين، أن تكون معهم من المخلدين، ممن يدخلون فيما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قضى الله سبحانه وتعالى قضاء كونيا أن ناسا كثيرين يكونون في النار ويخلدون في النار، بل كما ثبت في الصحيح يقال لآدم يوم القيامة، لآدم عليه السلام النبي أبي البشر، يقال له: أخرج بعث النار من ذريتك. وما بعث النار من ذرية آدم؟ بعث النار من ذرية آدم من كل 1999 نفسا، ويكون الناجي من النار واحدا. فالعجب ليس
من 999 نفسا كيف هلكوا، وإنما العجب في هذا الواحد ومن هذا الواحد كيف كان من الناجين، كيف كان من المسلمين، كيف مع حرص الشياطين شياطين الإنس والجن على أن يكون حائدا عن الصراط المستقيم، كيف لم يكن لهم من المطيعين، وكيف نجاه الله سبحانه وتعالى وجعله من غير بعث النار من ذرية آدم. الشيطان يقف لابن آدم، هذا الذي يكون كافرا يريد أن يسلم، يقف الشيطان له بطريق إسلامه، فإذا أسلم وقف له بطريق هجرته، فإذا هاجر وقف له بطريق جهاده واستمراره على الدين. يقول: كيف تدع دين آبائك وأجدادك؟ كيف تدع أرضك وسماءك؟ كيف تدع أهلك ومالك وعيالك؟ يخوفه الشيطان حتى يكون مخلدا إلى الأرض، وحتى يكون راكنا إلى الدنيا وإلى أهلها الظالمين. والله سبحانه وتعالى قد خلق الناس وجعلهم على الفطرة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. تكون البهيمة مولودة لا جدع فيها حتى يكون صاحبها، حتى يكون مالكها، حتى يكون المشرف عليها هو الذي يجدعها بيديه. لا تحس فيها من جدعاء، هذا أصل، حتى يكون محدثا فيها ما يحدث بفعل الفاعلين. كذلك كل مولود يولد على الفطرة، كما أن الناس قد أخذ عليهم الميثاق في ظهر أبيهم آدم ألا يشركوا بالله تعالى شيئا. أخذ عليهم الميثاق في ظهر أبيهم آدم ألا يشركوا بالله شيئا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ثم يولد المولود على الفطرة. أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يذكروا الناس وينبهوهم ويعيدوا عليهم هذا الذي أخذ عليهم الميثاق به في ظهر أبيهم آدم، وهذا الذي فطروا عليه، حتى لا يكون لأحد على الله تعالى حجة بعد إرسال الرسل. وكان الأمر كما قال الله تعالى، كما ثبت في صحيح مسلم من كلام رسول الله عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. خلق الله تعالى العباد حنفاء، فكانت الشياطين تجتالهم وتأخذهم عن هذا الدين الذي ينبغي أن يكونوا عليه، تأخذهم عن الفطرة، تأخذهم عن الأصل الذي كان في الدنيا كلها، كما ثبت عن ابن عباس وغيره أنه كان بين آدم ونوح عليه السلام، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، كلهم على التوحيد، كلهم على ما يحب الله تعالى ويرضى في الدين والاعتقاد. ثم كان نشوء الشرك بعد هذا. أوحى الشيطان إلى ناس هلك فيهم 5 من الصالحين أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، ولم تعبد هذه الأنصاب التي نصبت لهؤلاء الصالحين أولا، فلما طال الزمان ونسخ العلم، لما طال الزمان ونسي العلم عبدت. هكذا يتدرج الشيطان، وهكذا تتدرج الشياطين مع من تريد أن تجعله من الهالكين. لا تأتي من أول مرة: أشرك أيها المؤمن، أشرك أيها الصالح، أشرك أيها المسلم، اترك الصلاة كلية. من لم تستطع معه هذا من أول مرة بهذه الصراحة والفجاجة الملازمة الدائمة، فإنها تكون
آتية إياه بالوسائل المتعددة، فاترك هذا ثم اترك هذا، وافعل هذا ثم افعل هذا، ويترقى في الخير في ترك الخير من الأقل إلى الأعلى، من الأقل إلى الأكثر، من الأدنى إلى الأعلى، فتترك الشيء الأقل، تترك الشيء الأدنى، حتى تكون مترقيا شيئا فشيئا إلى ترك ما هو أعلى الواجبات كلها. وكذلك في الشر تترقى بك من الأدنى إلى الأعلى في الارتكاب والفعل حتى تكون من الهالكين. العاقل هو الذي ينتبه لأصل كيد الشياطين، الموفق المنجى المسدد الذي يكون منتبها لمداخل الشيطان عليه، لمداخل الشيطان إليه. العاقل هو الذي يدري أن الشيطان في كل يوم يريد أن يضله ويريد أن يهلكه، فيكون منتبها له، محاولا أن يتصدى لمحاولات الشيطان الباغية في إهلاكه وفي إفساده وفي تضييعه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم يجهلون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن عداوة شياطين الإنس والجن لا بد منها. إذا كنت تثبت على الحق وعلى شيء من الحق، فاعلم أنك لا بد أن تعادى ولا بد أن تؤذى، كما ثبت في الصحيحين من قول ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل عليه الوحي وجاءه جبريل، قال ورقة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا ليتني فيها جذعة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو مخرجيهم؟ هذا لأنه حتى في الكتب السابقة عند السابقين، عند من سبق ممن كانوا على شيء من آثار شريعة موسى وشريعة عيسى والموحى به إلى موسى والموحى به إلى عيسى، منزل بل باق فيما هو بين أيديهم من الكتب إلى يومنا هذا، أن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجرة ورجوعا وفتحا لمكة، ويكون معه 10,000 قديس يكونون فاتحين مكة. هذا فيما هو باق إلى يومنا هذا بأيدي اليهود والنصارى. فعلم ورقة بن نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج وسيهاجر من مكة، وهو بعد هذا عائد إليها، فقال: ليتني فيها جذعة، ليتني أكون حيا، ليته يكون حيا وقويا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم إذ يخرجه قومه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وفي رواية: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أودي. فكل من يأتي بحق أو بشيء من الحق الذي يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد أن يعادى ولا بد أن يؤذى، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، بالطريق المباشر، بطريق وسائل الاتصال، عبر القنوات الفضائية، عبر القنوات الأرضية، عبر الصحف الإلكترونية، عبر الصحف المتداولة في المواقع المختلفة، مواقع التواصل الاجتماعي إلى آخره. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك وكما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالعداوة لا بد أن تكون، والعداوة مستمرة. العاقل هو الذي ينتبه لعدوه وينتبه لأكبر أعدائه، ينتبه إلى الشيطان الأكبر، ينتبه إلى إبليس ومن يسخرهم ومن يسيرهم ومن يوسوس إليهم. إبليس لتحقيق ما يريده ومن أهدافه. العاقل هو من ينتبه، هو من يدري، هو من لا يغفل، هو من يتخذ الوسائل لمواجهة الشيطان ومواجهة كيد الشيطان، لأن كيد الشيطان
مع الاستعانة بالرحمن لا يجده العباد المؤمنون يكاد يساوي شيئا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اذكر هذه واذكر قول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في جامع الترمذي وغيره كان يستعيذ بالله من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. الاعتصام بحبل الله، التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه النجاة. التمسك بالقرآن والسنة، علم بالقرآن والسنة، عمل بالقرآن والسنة، اعتصام بالقرآن والسنة، صبر على العلم وعلى العمل بالقرآن والسنة، دعوة في حدود ما يعلم المرء وما يستطيع إلى القرآن والسنة، صبر في سبيل الله على نشر القرآن والسنة وعلى فهم القرآن والسنة وعلى تعلم القرآن والسنة، بعيدا عن الأعداء واضح العداء وبعيدا عن الأدعياء الجهلاء الذين يتاجرون بما يتاجرون به قصدا منهم أو بغير قصد يكون، لكنهم عن سبيل الله يبتعدون ولمنهاج الله تعالى يخالفون. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. عباد الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل النجاة وألا يجعلنا من البغاة ولا من الطغاة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أعمالنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين.